مرحبا، اسمي مايا. كنت أظن أنني وجدت الحب الذي طالما حلمت به. كان يرسل لي كلمات جميلة كل ليلة يقول: أنت حياتي، مستحيل أتركك، أنت زوجتي المستقبلية. كنت صغيرة وأصدق كل شيء، ولم أعرف أن خلف كلماته ابتسامة خبيثة. مع الوقت بدأ يطلب مني أشياء غريبة. قال: خلينا نلتقي لوحدنا، لازم تثبتي إنك تحبيني. كنت خائفة، لكنه كان يضغط علي بكلماته. إذا كنت تحبيني حقا ما ترفضين، أنا وعدتك بالزواج. وفي لحظة ضعف وافقت. جلست معه في مكان بعيد، لكن لم يكن ما جرى حبا، كان استغلالا. كان يضحك ويوجه هاتفه نحوي ويصور كل شيء من دون أن أشعر. وعندما انتبهت قال بابتسامة باردة: مجرد ذكرى بيني وبينك، لا تخافي. وكنت غبية بما يكفي لأصدقه. مرت الأيام وتغير تماما. لم يعد ذلك الشاب الحنون، صار يتعامل ببرود ويهددني. الفيديو عندي، إذا تركتيني أنشره. انكشفت الحقيقة. لم يكن يحبني، كان يستغلني فقط. حتى وقع ما كنت أخشاه. انتشر الفيديو. رأيته بأم عيني بين هواتف الناس. شعرت أن الأرض ابتلعتني. أهلي عرفوا، وكان الألم لا يوصف. دموع أمي، صرخات أبي، نظرات إخوتي. عقاب شديد نزل علي، لكن صدقني، أقسى عقاب كان نظرتي لنفسي في المرآة. فتاة ضيعت كل شيء بسبب كلمة أحبك. اليوم أحكي قصتي حتى لا تقع غيري في نفس الفخ. الحب الحقيقي لا يطلب فضيحة ولا تصوير. من يضغط عليك باسم الحب لا يحبك، بل يستغلك. كنت أبحث عن قلب يحتوي ضعفي، لكنني وجدت ذئبا ينهش براءتي.